let it bang, bang. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر سعيد علي. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة إن شاء الله النهاردة من درس جيولوجيا، جزئية جديدة إن شاء الله هنتكلم فيها استكمالا للدرس اللي فات. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الصخور النارية، أسس تقسيم الصخور النارية. أسس تقسيم الصخور النارية. الصخور النارية أنواع، وعشان أقدر أقسمهم بيتم التقسيم على حاجتين. أول حاجة مكان التبلور، يعني المكان اللي هتتجمع فيه الصخور. تاني حاجة التركيب المعدني لمين؟ للصخر. تمام؟ إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الجزئية الأولى اللي هي مكان التبلور. مكان التبلور ده بيبقى موجود في 3 أماكن، لا إما موجود في الصخور الجوفية أو في المنطقة الجوفية في كون لي صخور جوفية، أو في المناطق المتداخلة، يعني وسط أو المنطقة المتوسطة اللي هي ما بين جوف الأرض وما بين سطح الأرض. يعني أنا عندي هنا جوف الأرض وعندي هنا سطح الأرض، دي اسمها بقى إيه؟ اسمها متداخلة. طب هنا اسمها جوفية. طب هنا اسمها إيه؟ هنا في المنطقة دي اسمها سطحية. تمام؟ يبقى مكان التبلور لا إما في جوف الأرض، لا إما متداخلة، لا إما هنا التالتة مين؟ اللي هي سطحية. تمام كده يا شباب؟ طب التركيب المعدني، وده إن شاء الله هنتكلم عنه في الحصة الجاية إن شاء الله. في موجود فوق قاعدية، وفي قاعدية، وفي هنا متوسطة، وموجود عندي آخر حاجة اللي هي الحمضية. تمام؟ ودي إن شاء الله هنتكلم فيها الحصة الجاية بإذن الله. النهاردة بقى هنتكلم عن مكان التبلور، مكان التكون بتاع مين؟ الصخور النارية، اللي هو أول أساس في تقسيم الصخور. تمام كده يا شباب؟ يبقى النهاردة هنتكلم عن مكان مين؟ مكان التبلور. تمام. مكان التبلور الأول كده نفتكر، عشان الصخور النارية تتكون فبيبقى عندي مرحلتين: التبريد يعني انخفاض درجة حرارة الصهارة، 2 التبلور يعني تكون الماجما بعد انخفاض ايه؟ انخفاض درجة الحرارة. هتكلم النهاردة أول جزئية عندي المكان الأول اللي هتتكون فيه الصخور النارية هي الصخور النارية. مالها؟ الجوفية. جوفية يعني في جوف الأرض، في باطن الأرض. إزاي؟ فاكرين لما اتكلمنا الفيديو اللي فات قلنا إن في حاجة تحت الأرض هنا في طبقة الأثنوسفير. هنا في حاجة اسمها غرفة الماجما. غرفة الماجما دي يا شباب درجة حرارتها قلناها قبل كده 1200 درجة مئوية، درجة حرارة مرتفعة جدا. تمام؟ طيب لو انا جيت مثلا الماجما دي خرجت من غرفة الماء، من الغرفة بتاعتها، يعني كانت درجة حرارتها 1200، خرجت من المكان اللي كانت فيه، يعني من درجة الحرارة اللي كانت فيه مثلا، وراحت مثلا ولنفرض ل 1100 درجة مئوية، هيحصل لها ايه؟ هتبرد، صح؟ اشمعنى خارجة من 1200 راح لايه؟ ل 1100. فهنا التبريد هيحصل تبريد، صح؟ طب هل هيبقى تبريد سريع ولا تبريد بطيء؟ هيبقى تبريد بطيء جدا. اديك مثال بسيط. لو انا جبت مثلا يعني صينيه او طبق كبير كده مثلا وحطيته في الفرن، اي صينيه مثلا، اي صينيه مثلا، اي نوع من انواع الاكل، تمام؟ حطه في الفرن، جوه الفرن درجه الحراره عامله ازاي جوه؟ عاليه جدا، صح؟ تمام. وقمت جاي مثلا واخد الصينيه دي وطلعتها من الفرن وقمت حطيتها مثلا على العين بتاع البوتاجاز وموطي مثلا عليها مين؟ درجة الحرارة. هل بقى درجة الحرارة في الفرن نفس درجة الحرارة اللي موجودة فوق على البوتاجاز مثلا؟ أنا هديت على النار فوق، لا، هتبقى أقل. طيب هيحصل تبريد هنا، ماله؟ تبريد بطيء.
التبريد هنا هيبقى بطيء. طب لو طفيت النار هيبقى برضو التبريد هنا برضو بطيء. اشمعنى؟ درجة الحرارة اللي موجودة جوه الفرن ده مش زي اللي موجودة بره الفرن، فبيحصل ايه؟ انخفاض في درجة الحرارة، وده بالظبط اللي بيحصل فين؟ في غرفة المجمع. غرفة المجمع درجة الحرارة 1200 درجة مئوية. لو انا طلعت المجمع بره هنا بقى، انا الكلام ده كله فين؟ في جوف الارض لسه، انا ما طلعتش من الجوف، من باطن الارض، انا لسه تحت. لسه تحت فين؟ في جوف الارض. بس المجمع خرجت من 1200 درجة مئوية، ذهبت الى مين؟ الى درجة حرارة اقل شوية اللي هي مين؟ 1100. فيحصل لها تبريد. ماله؟ تبريد بطيء. حلو، هذا التبريد بطيء. طيب هنا حجم الحبيبات بتاعتها هتبقى عامله ازاي؟ قال لك حجم الحبيبات كبيره. الكبيره دي اللي هي ايه؟ حجم الحبيبات. تمام كده؟ حجم الحبيبات منها كبيره. طب ليه كبيره يا مستر؟ عشان التبريد هنا بطيء. يعني مثلا لو جبت مثلا صينيه بسبوسه مثلا ولا حاجه وطلعتها من الفرن، درجه الحراره جوه عاليه قوي، عاليه جدا، وقمت مطلعها بره بس قريبه من الفرن، درجه الحراره هتقل. هتتكون ازاي؟ هيحصل دلوقتي الحبيبات دي بتاع الصينيه دي هتبدا تتكون. مالها؟ بتتكون بالراحه. اشمعنى؟ عشان درجه الحراره فيها لسه عاليه. تمام؟ هنا التبريد بطيء، فالحبيبات هنا هتبقى كبيره. عشان هتتجمع فين؟ قال لك بتتجمع الحبيبات حول مركز تبلور واحد. يعني كلهم بتبدا الحبيبات كلها بتتجمع في منطقة ايه؟ في منطقة تبلور. نفرض دي منطقة التبلور. هنا بقى الحبيبات بتفضل هنا بتتجمع ببطء، فبتلاقي الحبيبات منها حبيبات كبيرة الحجم. طب العدد؟ قال لك عددها، العدد قال لك قليلة. قليلة ايه؟ قليلة العدد. يبقى هنا التبريد بطيء. طب حجم الحبيبات كبيرة. طب العدد هنا، عدد الحبيبات يعني قال لك العدد قليل. تمام؟ طيب النسيج بتاعه قال لك خشن. نسيجه ماله؟ النسيج خشن. كل ده فين؟ في جوف الارض لسه. نسيج الصخر خشن، يعني الصخر عموما في تركيبه هيبقى خشن جدا. تمام كده؟ ده مين؟ النسيج. يبقى تاني يا جماعه، الصخور الناريه الجوفيه تبريدها بطيء، حجم حبيباتها كبيره، العدد بتاعها قليل، النسيج خشن. تمام؟ طب اديني امثله بقى. ايه الصخور؟ قال لك عندك انواع كتير من الصخور. منها مين؟ قال لك واحد، هديك بقى امثله هنا للصخور الناريه الجوفيه. واحد الجرانيت، 2 الجابرو، 3 الدايورايت، 4 البريدو تايت. يبقى تاني، دي امثله للصخور الناريه الجوفيه اللي اتكونت في جوف الارض، ان دي خصائصها جرانيت، جبرو، دايورايت، بريدوتايت. تمام؟ دول 4 صخور مالهم؟ صخور ناريه جوفيه اتكونت في جوف الارض نتيجه التبريد ثم التبلور. تبلور مين؟ الصهاره. التبريد كان بطيء ولا سريع؟ بطيء. اشمعنى؟ لان لسه في جوف الارض. بس الفكره ان انا طلعت من درجه الحراره 1200 لدرجه حراره اقل شويه منها 1100. برضه ما هي درجه حراره عاليه، بس التبريد هنا بطيء بطيء بطيء. تمام كده يا جماعه؟ دي هنا فين؟ في جوف الارض. طيب يبقى ده اول نوع، الصخور الناريه الايه؟ الجوفيه. تمام كده يا شباب؟ تمام. الجزئيه دي فين؟ في جوف الارض. الناس اللي عايزه تنقل الكلام ده او تكتب او تعمل الرسمه دي، تمام، تتفضل تعملها. تمام؟ ماشي يا شباب. ده بالنسبه للصخور الناريه الجوفيه. نيجي للنوع الثاني، اسمها الصخور الناريه هنا المتداخله. الصخور الناريه المتداخله، متداخله او بديها اسم المتوسطه. الاثنين صح. تمام؟ توسطت او تداخلت. ازاي؟ يعني انا دلوقتي موجود عندي في جوف الارض. خلاص انا اتكلمت هنا عن منطقه جوف الارض خلاص، و شرحت لك الجزئيه وقلت لك هنا في صخور جبرو، الجرانيت، الدايورايت، ماله؟ البريدوتايت. طب في الوسط هنا هيتكون صخور ناريه متداخله. طب اتكونت ازاي؟ قال لك اثناء صعود المجمع. يعني انا دلوقتي غرفه المجمع تحت، حصل اندفاع للمجمع،
فطلعت من جوف الارض وطلعت فوق للصخور دي. هنا طبعا السطح، سطح مين؟ سطح الارض، وهنا جوف الارض، دي المنطقه اللي في النص. الصخور طلعت هنا، طلعت من المجمع، من غرفه المجمع، قدرت اللي هي تطلع من جوف الارض، لقت صخور هنا. لقت ايه؟ لقت صخور. فوهي طالعه بردت، ثم اتبلورت، اتكونت هنا. اتكونت على ايه؟ اتكونت على الصخور اللي موجوده دي، عشان كده سميتها صخور ناريه متداخله. اشمعنى؟ تداخلت على الصخور. الصخور اللي قابلتها، طبقات الصخور دي، تمام؟ فجت وقفت عليها، تمام؟ وقفت عليها هنا فتكونت، بردت واتبلورت خلاص وبقت صخر. فاصبح صخر ناري ماله؟ جوفي ولا متداخل؟ متداخل. تمام كده؟ ده اسمه صخر ناري ايه؟ متداخل. تمام كده؟ طيب تعالى بقى اتكلمنا عن الخصائص بتاعته. قال لك بص، الخصائص بتاعته هنا لو جيت اتكلمت عن حجم الحبيبات. طب الحجم الحبيبات هنا قال لك الجزء اللي هو قريب من جوف الارض، اللي هو الجزء ده، هتبقى حجم الحبيبات بتاعته كبيره. تمام؟ طب اللي قريب من السطح هنا، اللي قريب من السطح هيبقى صغير. يبقى انا عندي نوعين من الحبيبات او من حجم الحبيبات، حبيبات كبيره الحجم وحبيبات هنا ايه؟ صغيره الحجم. كبيره الحجم، انا بتكلم عن حجم الحبيبات، وهنا صغيره الايه؟ الحجم. طب هي كبيره ليه يا مستر؟ لانها قريبه من جوف الارض، فبالتالي المنطقه القريبه من غرفه المجمع بيحصل لها ايه؟ حجم حبيباتها كبير. طب القريبه من السطح صغير. طب ما انا اديك، تعالى اما اديك قاعده مثلا موجوده عندك مش موجوده في الكتاب، تعالى اما اديها لك اكتبها ورايا. بص بقى، اكتبها هنا: كلما اقتربنا من جوف الارض، كل ما بقرب من جوف الارض بيحصل عندي ايه؟ 1. ارتفاع درجة الحرارة. 2. حجم الحبيبات يصبح كبير. 3. التبريد يكون بطيء. تمام كده؟ النسيج يصبح أكثر خشونة، هيبقى خشن. والدليل ان في جوف الارض النسيج كان ايه؟ كان خشن. تمام كده يا شباب؟ طيب يبقى اكتب القاعده دي: كلما اقتربنا من جوف الارض، 1. ارتفاع درجه الحراره. 2. حجم الحبيبات يصبح ايه؟ كبير. التبريد يكون بطيء. النسيج يصبح ماله؟ اكثر خشونه. بص كده معايا هنا الحبيبات اللي كانت قريبه من جوف الارض خليتها كبيره زي اللي موجوده تحت، لكن لما طلعت فوق شويه هنا لقيت الحجم الحبيبات ماله؟ كلما اقتربنا من سطح الارض. اعكس دي بقى: كلما اقتربنا من سطح الارض، اهو عكس الجمله دي، العبارات دي عكس دي. كلما اقتربنا منين؟ من سطح الارض. ركز، هنا كان جوف الارض انما هنا سطح الارض. ايه اللي بيحصل؟ قال لك انخفاض درجه الايه؟ الحرارة. هذا 1. هنا حجم الحبيبات كبير، هنا حجم الحبيبات ماله؟ حجم الحبيبات يصبح صغير. هنا كبير، هنا يصبح صغير. طب 3. التبريد هيبقى التبريد أسرع. هنا التبريد بطيء عشان درجة الحرارة عالية، لما اطلع فوق درجة الحرارة بتقل، فالتبريد هنا هيبقى بسرعة. هات نفس الصينيه، خدها كده منين؟ من الفريزر، من الفرن، وارميها على الديب فريزر بسرعه. ايه اللي هيحصل؟ هتبرد بسرعه جدا. تمام؟ يعني انت مثلا لو عامل حاجه سخنه ومستعجل بسرعه وعايز ايه؟ تشربها بسرعه، تعمل ايه؟ تحطها في الثلاجه دقيقتين وتروح تشربها. اشمعنى؟ التبريد هيبقى ماله؟ التبريد هيبقى سريع. تمام؟ التبريد هنا هيبقى اسرع. طب هنا الحجم بتاع النسيج او النسيج نفسه هيبقى ايه؟ النسيج هيبقى اقل خشونه، هيبقى يعني قليل شويه. تمام كده يا شباب؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ لحجم الحبيبات. تمام، يبقى حجم الحبيبات صغير. طب يا استاذ بقى انا هسميه ايه؟ هنا سميته خشن لان حجم الحبيبات كان كبير، صح؟ طب هنا كبير ومين؟ وصغير. هنا مكتوب ايه؟ كبير وصغير.
كبير وصغير هنا بسميه هنا النسيج بورفيري. يعني ايه يا استاذ نسيج بورفيري؟ بورفيري هو نسيج يكون فيه حجم الحبيبات كبير وسط ارضيه من حبيبات مالها صغيره. يعني تلاقي المنطقه كده الصخر فيه حبيبات كبيره وحبيبات مالها صغيره الايه؟ صغيره الحجم. تمام. التبريد هنا هيبقى سريع شويه لان بعدت عن مين؟ عن ايه؟ غرفه المجمع، فالتبريد هنا هيبقى اسرع. تمام؟ تمام يا شباب. يبقى كده بورفيري والنسيج هيبقى ماله؟ النسيج بتاعي اللي هو البورفيري. تمام؟ طيب التبريد هنا اسرع، التبريد هنا ماله؟ اسرع. تمام. اديني بقى امثله على الصخور الناريه المتداخله. تمام؟ الناس اللي كانت بتنقل القاعده هنا بقى تعملها حتى سكرين كده مثلا ولا حاجه وتكتبها بسرعه كده. تمام؟ وقف الفيديو حتى واكتب القاعده دي، سواء هنا كلما اقتربنا من جوف الارض او كلما اقتربنا منين؟ من سطح الارض. دي عكس دي، يعني لو كتبت دي اعكسها جوف سطح واعكس كل الكلام ده. تمام؟ طيب انا عايز بقى اديك امثله على الصخور الناريه المتداخله. هفكرك بسرعه. لما جيت قلت لك في جوف الارض قلت لك ايه؟ قلت لك جرانيت وجبرو ودايو رايت، وهنا بريدو تايت. هنا بقى هقول ايه بقى الصخور؟ بصوا هنا حجم الحبيبات كان كبير، هنا هيبقى صغير صح؟ يبقى هنا هقول هنا الصخور بقى اسمها مايكرو هنا يعني الصورة المصغرة من مين؟ من الجرانيت. عشان كده هقول ايه؟ مايكرو جرانيت. يا مستر ده الجرانيت ده صخر ناري ماله؟ جوفي. انا بقول لك مش اسمه جرانيت، اسمه مايكرو جرانيت، يعني الصورة المصغرة من حبيبات الجرانيت كونت لي صخر ناري متداخل، حبيباته منها في كبير وموجود برضو فيها مين؟ صغير، بس بالمنظر ده حبيبات كبيرة في وسط أرضية من حبيبات مالها صغيرة الحجم، نسيجه بورفيري اسمه مايكرو جرانيت. طيب الدايورايت هنا اسمه دايورايت جوفي، حجم الحبيبات مالها كبير، هنا اسمه مايكرو دايورايت، يعني الصورة المصغرة منين؟ من حجم حبيبات الدايورايت. يا مستر ما هو الدايورايت ده صخر ناري جوفي، انا ما قلتلكش اسمه دايورايت، اسمه مايكرو دايورايت. تمام؟ التالت بقى اسمه دوليرايت. يا مستر ما هو ده اسمه دايورايت، لا ده اسمه دوليرايت. يبقى في فرق ما بين الدوليرايت والدايورايت. الدايورايت ده صخر ناري جوفي، انما ده صخر ناري متداخل. تمام كده؟ تمام. يبقى كده عندي الصخور الناريه الجوفيه تذكره بسرعه: جرانيت، جبرو، دايورايت، بريدوتايت. طب هنا الصخور الناريه المتداخله: مايكرو جرانيت، مايكرو دايورايت، دوليرايت، نسيجه بورفيري. التبريد هيبقى اسرع شويه. تمام كده يا شباب؟ طب هو يا استاذ هو اتكون هنا ليه؟ لانه هو كان طالع لسطح الارض عايز يطلع فوق، بس مره واحده لقى عائق كده، حاجه وقفته، فقام برد على الصخور. تمام؟ ثم تبلور، تكون هنا، فاتكون هنا وعمل لي الصخر، فاصبح انا عندي صخر هنا صخر ناري جوفي حبيباته كبيره تبريده بطيء، هنا حبيبات كبيره وصغيره التبريد اسرع شويه. تمام؟ يبقى كده ناقص لي مين بقى؟ النوع الثالث اللي هي الصخور الناريه السطحيه، ودي اخر حاجه معانا النهارده. تمام كده يا شباب؟ تمام. نتكلم بقى دلوقتي عن نوع ثالث من الصخور الناريه اللي هو النوع الثالث والاخير. هنا الصخور الناريه البركانيه أو السطحية. تمام كده؟ إيه هي الصخور النارية البركانية أو بسميها سطحية؟ سميتها بركانية لأنها تنتج من اندفاع البركان. اندفاع البركان، هو البركان ده بدايته فين يا مستر ونهايته فين؟ أنا عندي هنا في جوف الأرض في غرفة الماجما. غرفة الماجما اللي هي درجة حرارتها 1200 درجة مئوية. تمام؟ موجود هنا الصخور الناريه المتداخله. تمام كده؟ خليها كبيره شويه عشان ايه؟ تاخد مساحتها معايا في سطح الايه؟ سطح الارض. هنا الصخور الناريه المتداخله. البركان طالع لي من هنا.
طالع لي من منطقه جوف الارض يعني، تمام. فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيندفع البركان. بصوا بقى الماجما هتطلع منين؟ من درجه حراره 1200 مره واحده. بصوا بقى هتعدي اي حاجه تقابلها، الماجما طالعه مندفعه. عارف لما تيجي تغلي الميه في الكتل بيعمل ايه اللي بيحصل؟ الميه درجه حرارتها عاليه قوي، تمام. بتيجي تكب الميه بيحصل اندفاع. اندفاع ايه؟ اندفاع الميه مره واحده كده، فبيحصل اندفاع مره واحده كده. هو ده الاندفاع، ده نفس اللي بيحصل في البركان. طالعه منين؟ طالعه من باطن الارض مره واحده، هتروح فين؟ على سطح الارض. والله هنا درجه حراره 1200، ولنفرض هنا على السطح درجه الحراره مثلا يعني 30 درجه مئويه. الجو هنا المفروض حر يعني بالنسبه لنا، تمام. بس هنا بقى بالنسبه للماجما طالعه من 1200 ل 30، فيحصل لها ايه؟ هتبرد وهتتبلور. هنا التبريد هيبقى ايه؟ التبريد سريع. التبريد ماله؟ التبريد سريع. ده مش سريع بس، ده سريع جدا. عارف نفس المثال، هات مثلا الحاجه السخنه من الفرن وقوم واخدها كده حاططها مثلا فين؟ في الديب فريزر مثلا. مره واحده ايه اللي هيحصل؟ بدل ما كان في درجه حراره عاليه جدا هيروح لدرجه حراره منخفضه. طب التبريد هيحصل ايه؟ هتلاقي الحاجه اللي انت حطيتها دي بردت بسرعه جدا، مفيش 3 دقائق بالظبط وبرد. وصلت؟ كذلك برضو الماجما اللي هتطلع منين؟ من باطن الارض، طالعه من درجه حراره عاليه، انت مره واحده اندفعت. طلعت فين؟ درجه حراره 30 درجه مئويه، بردت. اي كان الرقم هنا دي سطح الارض، فالتبريد هنا سريع. التبريد ماله سريع. طب حجم الحبيبات؟ قال لك حجم الحبيبات هنا بقى ايه؟ ما احنا اتفقنا كلما اقتربنا من سطح الارض حجم الحبيبات يصبح صغير. هنا صغير، حجم الحبيبات صغير، التبريد سريع. طب يا استاذ بقى النسيج، قال لك في 3 انواع. النسيج اللي طبعا الصخور بقى اتكونت هنا على سطح الارض، تمام، والتبريد بتاعها سريع. النسيج 3 انواع. اول نوع عندي قال لك عديم التبلور، يعني زجاجي. يعني ايه عديم التبلور يا مستر؟ يعني من الاخر كده مش هتشوف الحبيبات بتاعه وهو بيتكون. التبريد كان سريع جدا، طالع لي من الماجما مره واحده طلع على السطح، برد بسرعه. زجاجي ليه بقى؟ سميته زجاجي. بص كده معايا، لو جبت ازازه كده مهما تبص لها كده مش هتشوف التكوينات اللي موجوده جوه الازاز. اشمعنى؟ لان هنا البلورات اللي موجوده جوه مش هتشوفها، تمام، لان التبريد بتاعها كان تبريد سريع. كذلك برضو لو انت جبت الصخر الناري السطحي اللي هو نسيجه زجاجي او عديم التبلور مش هتقدر تشوف الحبيبات بتاعته. حبيباته لا ترى اصلا، مش موجود، عديم التبلور، تمام. فمهما تقرب، يعني انت مثلا جبت الميكروسكوب وفضلت تقرب على الازاز كده مش هتشوف الحبيبات بتاعته، تمام. عشان كده سميته ايه؟ زجاجي. وهديك مثال عليه دلوقتي. قال لك نوع تاني من النسيج. النسيج قال لك فيه دقيق التبلور. دقيق التبلور قال لك هنا لا ترى بالعين المجرده، انت مش هتقدر تشوفها. يعني لو مسكت الصخر كده مش هتقدر تشوف الحبيبات اللي جواه، تمام. اشمعنى؟ هو التبريد هنا اسرع شويه، تمام. هنا كان سريع جدا، هنا اسرع شويه، بس مش هتشوفه بالعين المجرده. لكن لو جبت الميكروسكوب وحطيت الصخر تحته هتقدر تشوف الحبيبات، بس هتشوفها صغيره. طب ليه يا مستر بشوفها صغيره قوي؟ ما انا قلت لك بقى الحبيبات لما تبقى صغيره يبقى نتيجه التبريد السريع. نتيجه ايه؟ التبريد السريع طالعه من هنا من 1200 الى سطح الايه؟ الى سطح الارض. طيب النوع الثالث هنا قال لك دقيق وهنا قال لك عديم. المره دي انا هقول له فقاعي. فقاعي يعني ايه؟ يعني الصخر هو طالع او الماجما طالعه من باطن الارض بتندفع فوق على السطح، تمام، وهي بتتكون هنا دخل لها شويه غازات كده، إيه مثلا دخل لها مثلا اكسجين، تمام، او اي نوع من انواع الغازات، وقامت داخله جوه الصخر، تمام. فهيصبح في ايه؟ فقاعات غازيه. فالصخر هو بيتكون هيبقى فيه فقاعات نتيجه ايه؟ تداخل الغازات على الماجما اثناء التكوين، فيبقى نسيجه فقاعي. نسيجه ايه؟ فقاعي. تعال بقى اديك امثله على مين؟ على الانسجه دي، تمام كده. بص بقى معايا، في عديم التبلور هنا بيديلي امثله زي صخر اسمه صخر ناري بركاني او سطحي اسمه الاوبسيديان.
الايه؟ الاوبسيديان. نسيجه ايه؟ عديم التبلور، بيبرد بسرعه جدا مش هتحس بيه. اعتبر الاوبسيديان ده اللي طالع منين؟ من الفرن وراح هتضيف ليزر، برد بسرعه مش هتشوف حبيباته. طب حتى لو جبت الميكروسكوب لا 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 مش هتشوفه، زجاجي بيلمع كده. تمام؟ طب دقيق التبلور قال لك حاجه اسمها الرايولايت. الرايولايت. طب يا مستر كده بقى انت عمال تدخل لنا اسماء، هسهلها لك خالص. قلت لك الدايورايت ماله؟ صخر ناري جوفي. الدوليرايت صخر ناري ماله؟ متداخل. طب هنا ده بقى اسمه رايولايت، ده صخر ناري ماله؟ بركاني او سطحي. تمام كده؟ يبقى في دايورايت وفي دوليرايت وفي رايولايت. وخلي بالك في كمان مايكرو دايورايت، ده اللي هو صخر ناري ماله؟ صخر ناري متداخل، اللي هو اصلا المفروض دايورايت جوفي. طب الصوره المصغره مين؟ مايكرو دايورايت، صخر ناري ماله؟ متداخل. اكتبها بقى عندك كده قاعده كده وثبتها عندك عشان ما تتلخبطش. دايورايت، دوليرايت، رايولايت، مايكرو دايورايت. تمام؟ انقلها عندك بقى، مش همسحها، خليها معاك. دقيق التبلور زي الرايولايت. الرايولايت النسيج بتاعه دقيق التبلور، يعني الحبيبات بتاعته لا ترى بالعين الايه؟ المجرده، لكن لو جبت الميكروسكوب وبصيت على الصخر كده هتشوف الحبيبات، بس هتشوفها ايه؟ صغيره نتيجه التبريد الايه؟ السريع. الفقاعي هنا قال لك زي مين بقى؟ قال لك زي صخر اسمه البيومس. وطبعا لو قدامك الكتاب هتبص على صخر البيومس هتلاقيه شبه الحجر. عارفين يا جماعه الناس اللي بيبقى مصابين مثلا بخشونه الرجل، يعني مثلا عندهم خشونه في الرجل، مثلا في الكعب بتاع الرجل بيبقى في مثلا في جلد كده ميت، تمام؟ فبيبقى عايز مثلا ينعم الجلد ده، فبيجيب الحجر اللي هو حجر الرجل ده. لو انت ده بقى عامل زي البيومس بالظبط. البيومس ماله؟ خفيف. عارفين خفيف ليه؟ هو اول حاجه فقاعي عشان دخل عليه مين؟ الغازات، فبالتالي هو خفيف عشان الغازات، فهتلاقي عامل زي شكل الايه؟ الفقاعات. فهتلاقي في الرسمه بالظبط البيومس عامل زي الحجر ده. تمام كده؟ نتيجه تداخل الايه؟ الغازات عليه. تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ للبيومس. تمام كده يا شباب؟ يبقى في عديم وفي دقيق وفي فقاعي. اخر حاجه عندي في بقى صخر تلاقيه كده واخد زي ميكس كده من عديم التبلور ودقيق التبلور. تمام؟ في زي مثلا البازلت. البازلت ده يا شباب اللي بيتعمل منه الطريق اللي احنا بنرصف بيه الطريق. تمام؟ تلاقي كده الناس اللي بترصف الطريق تلاقي عامل فيه كده ايه؟ زي طوب اسود كده، اهو ده اسمه البازلت، بنسفلت بيه الطريق. تمام؟ البازلت ده في منه دقيق التبلور او ممكن يبقى عديم التبلور، يعني ممكن يكون زجاجي اللي هو عديم التبلور، او ممكن يكون ماله؟ دقيق التبلور. كلا الحالات واحد، يعني ممكن يبقى يتكون دقيق، ممكن يتكون ماله؟ عديم التبلور او زجاجي. طيب ده البازلت. في كمان برضو، تمام؟ هو طبعا ده لونه اسود غامق اللي احنا بنشوفه في الطريق. في نوع تاني اسمه الانديزايت. الايه؟ الانديزايت. والانديزايت ده الناس اللي هي بتفهم في الجغرافيا او اللي عندها خلفيه عن الجغرافيا، لو فاكرين السنين اللي فاتت لما كنت اخده في الجغرافيا، جبال الانديز اللي موجوده ما بين دوله تشيلي والارجنتين في امريكا الجنوبيه، موجود هناك جبال اسمها جبال الانديز. ليه سميتها الانديز؟ لان الجبل ده الصخور بتاعته اتكونت منين؟ من الصخور الناريه البركانيه اللي هو مين؟ الانديزايت. يبقى جبال الانديز نسبه الى جبال مين؟ الانديزايت. وصلت؟ او صخور الانديزايت. اخر حاجه عندي الكوماتايت. والكوماتايت ده برضو في منه دقيق وفي منه عديم التبلور. يبقى انا عندي عديم التبلور زجاجي بس اوبسيديان، دقيق التبلور الرايولايت، فقاعي البيومس اللي هو قلت لك عامل زي الحجر بتاع الرجل ده، البازلت والانديزايت والكوماتايت. الثلاثه دول، الثلاث صخور دول في منهم دقيق
او عديم التبلور، يعني ممكن يظهر بشكل دقيق التبلور او بشكل ايه؟ عديم التبلور. وبكده يبقى انا خلصت مين؟ الصخور الناريه بثلاث انواعها على حسب مكان التبلور اللي بيأثر فيها على النسيج وحجم الحبيبات، او عندي كمان سرعه التبريد. تمام؟ الجوفي بطيء، المتداخل اسرع شويه، ان الصخور الناريه السطحيه سريعه جدا. تمام؟ ده نسيجه خشن في جوف الارض، ده نسيجه بورفيري اللي موجود عندي في الصخور الناريه المتداخله، وده اللي موجود عندي في السطح عديم او دقيق التبلور او فقاعي. ودي الامثله بتاعتي. وبكده اكون انتهيت من شرح الصخور الناريه، وان شاء الله يا رب يكون الشرح عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم مستر سعيد علي.